مساءك أسعد زميلي طارق، مساء الخير لكل مشاهدي ومتتبعي قناة النهار. إذن تتواصل عملية استقبال المحكمة الدستورية لمحاضر تركيز نتائج التصويت للجنة الانتخابية. تدرس المحكمة الدستورية المحاضر، أي المحاضر البلدية أو محاضر الإحصاء البلدي، تحقق فيها تجري المقارنات والمطابقة إن استلزم الأمر بطريقة يدوية أو بمعالجة إلكترونية آلية. كما حيث تعتمد أيضا زميلي طارق المحكمة الدستورية تطبيق دقيقة تمر عليها كل النتائج. وبعد الإعلان عن النتائج الأولية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يأتي دور المحكمة الدستورية لتعلن عن النتائج النهائية في ظرف 10 أيام، وتنطلق هذه الأخيرة من آجل أو من تاريخ استلام المحكمة الدستورية لمحاضر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إذن زميلي طارق، تتواصل شاحنات التي تتواصل أو يتواصل توافد الشاحنات أو الشاحنات التي تحتوي على محاضر تركيز نتائج التصويت للجنة الانتخابية هنا بالمحكمة الدستورية. سنوافيكم بمستجدات أخرى في النشرات اللاحقة. الشكر الجزيل شهرزاد ويد عزوز، كنت معنا عبر المباشر من المحكمة الدستورية على كل هذه التفاصيل طبعا المقدمة. على كل سنحاول نربط المباشر معك لحظة ورود معلومات إضافية فيما يخص طبعا هذه النقطة الهامة. شكرا جزيلا لك شهرزاد. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ مسعود قصري. طبعا أريد أن نتحدث في نقطة فيما يخص طبعا المحكمة الدستورية، وقبل ذلك سيدي الكريم مشاهدينا الأعزاء ابقوا معنا.